وسهلا بحضراتكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا، واتمنى فيديوهاتنا اللي فاتت تكون بتنال اعجاب حضراتكم. ولو في اي كومنت او اي تعليق يشرفنا طبعا كتابه حضراتكم لينا. لو في اي جهاز معين في البيت فيه اي مشكله، في اي سؤال، في اي تساؤل عن حاجه معينه، يشرفنا كتابه حضراتكم لينا، وربنا يقدرنا ونرد على حضراتكم وتكون الردود مفيده ومقنعه بالنسبه لحضراتكم. النهارده معانا الكبه الشهيره، الكبه المينيلكس اللي هي اشهر حاجه موجوده في السوق، اكتر حاجه متداوله في البيوت عندنا كلها. هنبص مع بعض دلوقتي. لو احنا شغلنا كده الكبه بتشتغل تمام، لكن السكينه مش بتتحرك. لو التصوير جايب كده المنظر، السكينه مش بتتحرك والموتور شغال تمام. طيب هنبتدي نشوف العيب البسيط ده سببه ايه وعلاجه ايه. اول حاجه لو احنا بصينا كده هنلاقي ان لو ركزنا هنا هنلاقي ان فيه تآكل في الجزء العلوي الخاص بالشرشره، اللي هي المفروض ان دي بتعشق في الجزء الخاص بالكبه من الناحيه دي. يعني المفروض ان دي اللي بتعشق من هنا. طب ايه اللي يعمل التآكل بالمنظر دون؟ اول حاجه هنا لو بصينا نلاقي فيه زي عصره بسيطه. العصره البسيطه او اللفه البسيطه دي سببها حاجتين. السبب الاساسي ان احنا بنحط حاجه تقيله داخل الكبه. يعني في ناس بتحط بصل بيكون اخضر شويه، بتحط كميه بصل كبيره. في ناس بتستخدمها في لحمه وبتحط اللحمه فيها شويه جلد على شويه عصب على شويه بتاع، فدي ما بتقدرش تقاوم العصب واللحمه الجامده. فبالتالي بيحصل ايه مع قوه الموتور؟ الموتور ده من المواتير الناجحه او المحركات اللي هي معموله بشكل جميل جدا. فاللي بيحصل ايه؟ بيبقى المقاومه كلها بين الجزء البلاستيك دون وبين السكينه اللي هي ماسكه في المنتج اللي تحت اللحمه او البصل الاخضر او الكلام دون. فبيحصل دي بتتعصر. طب دي لو ما اتعصرتش بيحصل ايه؟ بيحصل تآكل زي ما هنشوف في سكينه ثانيه. تآكل دي ما اتعصرتش ما لفتش، بس حصل ايه؟ حصل تآكل جامد، تآكل في الجزء دون. التآكل ده خلى السكينه برضو نفس الكلام، الموتور بيلف والسكينه مش بتتحرك. طب احنا جبنا السكينه الجديده دي، سكينه مستعمله بس من واحده اصليه، يعني دي سكينه اصليه. هنعمل ايه؟ هنشيل الجزء الاصفر بتاعنا دون بالمنظر ده كده، وهنجيب السكينه الاصليه. لما نيجي نجيب السكينه الاصليه في ملحوظه، ودي هي صميم الفيديو، يعني ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. عشان كده لو احنا ركبنا دي كده وركبنا الكفر بتاعنا وبصينا هنا هنلاقي في ملحوظه بسيطه خالص، ان الارتفاع بتاع الجزء البلاستيك، ان الارتفاع بتاع الجزء البلاستيك غير كافي لعمليه التعشيق المطلوبه في الجزء الخاص بالموتور. فاحنا لو شغلنا كده هتشتغل تمام. لو احنا بصينا مع بعض كده تشتغل تمام، اشتغلت ومفيش اي مشكله. ليه اشتغلت ومفيش اي مشكله؟ عشان احنا مشغلينها على الفاضي من غير ما يكون في اي حمل عليها. مجرد ما نبتدي نحط المنتجات بتاعتنا هنا، مجرد ما نبتدي نحط حاجه هتبتدي تعمل مقاومه، دي هتتاكل بسهوله جدا وهتبتدي تبوظ تاني زيها زي السكينتين الباقيين. طيب الحل بتاعنا او الموضوع بتاعنا ايه؟ الموضوع بتاعنا ان احنا لو ركزنا هنلاقي الارتفاع دون زي ما احنا قلنا، الارتفاع ده غير كافي. طب ايه علاج الارتفاع الغير كافي؟ ان احنا عايزين نعوض المسافه دي شويه ونرفع السكينه رفعه بسيطه. هنجيب ورديتين صغيرين خالص، ورد فبر زي دي، علشان ينفع يحصل عليها عمليه الدوران بدون ما يحصل اي تآكل. وهنركب الورديتين دول بالشكل دون. تمام؟ هم نازلين نفس المقاس، فمش هنحتاج نلزق ولا نعمل اي حاجه خالص. لما بنركب دي كده لو بصينا هنا هنلاقي الدنيا اتغيرت. دي كده طلعت بالمنظر الطبيعي بتاعها، طلعت بالوضع الطبيعي بتاعها اللي هتسمح بعمليه التعشيق الكلي. وانا بركز على كلمه التعشيق الكلي. الكاميرا لو تقرب ادي الاجزاء دي كده، في مجال كويس جدا ان دي تركب وتعشق في السكينه. لو شغلنا كده خلاص دي كده معشقه تعشيق كلي، وبالتالي استحاله يحصل تآكل في الجزء العلوي ده. احنا كده العمليه دي بتعمل اطاله لعمر السكينه، ما بتبصش بسرعه، ما بتحتاجش تغير السكينه كل فتره. لو انت حاطط اي مكونات جوه حتى لو كانت تقيله شويه، خلاص عمليه التعشيق هنا بقت محكمه، بقى الاكس ده البلاستيك واخد حقه فينفع يلف. لما يبقى ده معشق بالمنظر ده غير لما يبقى معشق بالمنظر ده. المنظر ده هيبقى سهل ان هو يعمل عمليه العصر او الثانيه دي، هيبقى سهل ان هو يحصل التآكل عشان الجزء ضعيف. لكن لما تكون معشقه بالمنظر دون خلاص في مقاومه كويسه، في عمليه تعشيق كلي كويسه. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. معلومه بسيطه جدا اتمنى انها تكون مفيده لحضراتكم. شكرا جزيلا، اشوف حضراتكم الفيديو الجاي ان شاء الله.